السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. وصفتنا لنهار اليوم هي لازانيا باللحم المفروم. واش نقول لكم تجي بزاف بنينة هاد لازانيا، نتمنى تجربوها وتعجبكم. بسم الله، نبداو بالمقادير. هاي لك هنايا عندي هذه لازانيا، كاين بزاف انواع، انا جبت هدية. حطيت هنايا قدرة فيها الماء يغلي، وهنا نبدا نحط في لازان تاعي. هنايا ملاحظة، ندير 4 برك تاع لازانيا، لخاطرش لو كان نكترو راهي تتعجن من بعد. ومن بعد تيك لي نحوها، نحطوها في ماء بارد تتشلل، شلوها بالماء بارد ونخلوها. ومدة الطهي تاعها تكون 10 دقائق، يعني توصل 10 دقائق نحوها. وهنايا عندي في مقلة درت 2 مغارف تاع الزيت وحبة بصل سكرفشتها وخليتها هكا تقلى مليح. وزدت هنا حطيت كمية من اللحم المفروم فيونداشي، نحلو هكا مليح. وهنا ندير نصف ملعقة صغيرة تاع الملح، ونصف ملعقة صغيرة تاع فلفل أسود، ونخليه هكا يطيب الفيونداشي بغردو. قاعد نحرك فيه هكذا. وهنايا بعد ما طاب، انا هنايا استعملت هدية صوص طوماط جاهزة، نخلطها مع الفيونداشي. ومن بعد كي تنشف نحوها. وهنايا جبت سنيوة درت فيها شوية تاع الزيت من تحت باش ما تلصقش، وبديت نستف لازانيا تاعي بعد ما طابت. وهنا راح نحط هداك الفيونداشي اللي كنت طيبته. وهنايا عملت صوص بيشاميل كنت درتها معاكم، راح نحط لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف. وهنا حطيت شيدار من الفوق، وهنا من الفوق نزيد نحط لازاني تاعي، نستفوها هكذا مليح. ونعاودو نفس كيما درنا من التحت، يعني نعاودو نديرو الفيونداشي من الفوق مع البيشاميل والشيدار. والمقطع الاخير كيفاش درت لها من الفوق، راح لي الفيديو سمحولي، بصح درت لها من الفوق كمية كبيرة من الشيدار وحطيتها في الفرن، يعني قيس ما يدوب الشيدار وتعطي لون. ومن بعد نحيها. وهاي ليك لازانيا بعد ما طابت. نتمنى تعجبكم الوصفة، وما تنساوش حبيباتي تكثروا من لايكات، وطبعا تشتركوا في القناة هكذا باش يلحقكم كل جديد. سلام.